تعرف إن إشعاع الموبايل ده ممكن يؤدي بحياتك لخطر؟ أكيد سمعت قبل كده حد بيقولك اوعى تنام والموبايل جنبك، الكلام ده بيخوف ناس كتير، بس خلينا نفهم الموضوع مع بعض. الموبايل بيطلع نوع من الإشعاع اسمه موجات الراديو، بس أنت بقى ما تطلعش عيني واعمل لايك وفولو وشير ويلا نكمل. الموجات دي نفس نوع الموجات اللي بتستخدم في الواي فاي وموجات الاتصال. العلماء بيقولوا إن الإشعاع ده اسمه إشعاع غير مميز، يعني طاقته ضعيفة جدا مقارنة بإشعاعات أخطر زي الأشعة السينية أو أشعة جاما. وعشان كده معظم الدراسات الكبيرة لحد دلوقتي ما لقيتش دليل واضح إن الموبايلات بتسبب الكانسر بشكل مباشر زي ما الناس بتقول، ولكن وده الجزء المهم برضه إن العلماء ما قدروش يثبتوا بنسبة 100% إن مفيش خطر. ليه يا عم كشك؟ لأن استخدام الموبايلات بالشكل الكثيف اللي احنا بنستخدمه بيه دلوقتي حاجة حديثة نسبيا، وممكن تظهر تأثيرات طويلة المدى بعد سنين كتير. وعشان كده بعض المنظمات الصحية بتشكك إن الموبايل ممكن يسبب الكانسر. من الآخر يعني مفيش دليل قاطع إن هو خطر، ومفيش دليل قاطع إن هو آمن 100%. وعشان كده حاول إن أنت ما تدمنش الموبايل، وربنا يحفظنا في حياتنا. في أمان الله.